السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم، وحشتوني قوي قوي حبايبي، انتوا في قلبي وفي عينيا الاتنين، وغلاوتكم دايما بتزيد عندي. بحبكم جدا جدا. النهاردة في الفيديو ده هنقدم الكاستر، ونعرف الكاستر بيخش في حاجات كتيرة جدا من الحلويات. الكاستر بيخش في عجينة الإكلير، كمان بيخش في الكريم شانتيه، وكمان بيخش في التارت. يعني ليه حشوات كتيرة جدا، زي ما انا قلت لكم بيخش في كذا حاجة. بيخش في التارت، وبيخش في الإكلير، وبيخش في التورت كمان. الباستري كريم بيتعمل منه وبيتضاف على الكريم شانتيه، وبتبقى حشوة لذيذة جدا للتورت. كمان نقدر نعمل الكاستر بطريقة جميلة جدا. كمان نعمله بالكاكاو، مش بس اللي هو الكاستر الأصفر اللي احنا عارفينه، لأ، كمان نقدر نعمله بالكاكاو. وكمان الكاستر اللي احنا عاملينه النهاردة مش معمول بالبواكي اللي هي العلب اللي بتتباع في السوبر ماركت، لأ، احنا عاملينه الوصفة الأساسية بتاعته بصفار البيض واللبن. وكمان طعمه حقيقي رائع جدا، ملفت وجميل جدا. وكمان مزينينه بكور من الشوكولاتة محشية بالفول السوداني، لايقة جدا على الكاستر، وطعمه حقيقي جميل جدا، تحفة. لو عجبكم الفيديو ده لايك واشتراك بتفعيل الجرس في قناتي، قناة أسرار الطبخ أم أمير. هنعمل أحلى الأكلات الشرقية والغربية. اطلبوا زي ما انتم عايزين، اطلبوا لي نفسكم اعمل لكم اي اكلة تعجبكم، على طول هنفذها. يلا نشوف الفيديو ونشوف مقادير الكاستر بتاعنا. هنا معانا 3 من الاصفر بيض، هننزلهم على 1.5 كوباية من اللبن. كمان هننزل برضو السكر للتحلية. كل واحدة طبعا هتحلي بالطريقة اللي هي عايزاها، يعني في سكر بيبقى تقيل، في سكر خفيف. التحلية دي عليكم انتوا. انا هنا هنزل 3 معالق من السكر، وكمان هنزل 3 معالق من النشا، نشا الذرة طبعا. هنقلب بالشكل ده. طبعا اللبن هنا معايا دافي جدا، يعني مش بارد، لا دافي. الطريقة دي وهتحطيها على طول على عين البوتاجاز. في طريقة تانية، انت ممكن تسخني اللبن خالص لما يغلي، وبعدين تضيفيه على صفار البيض وتقلبي، وبعد كده تضيفيه تاني على الخليط كله. لكن انا هحط على نار هادية جدا في الاول، بنزل كل المكونات ده في اول حاجة، وبعد كده على نار هادية، واكون طبعا بقلبه باستمرار لحد ما يديني السمك بتاع الكاستر بالطريقة دي، يبقى شوية غليظ معايا كده، يبقى الوصفة بتاعتي 100%. بنزل بعد كده معلقة من الزبدة، بعد ما اشوف ان هو يتكتك كده معايا، يعني يطلع فقاقيع كده وهو بيستوى، اعرف ان النشا استوى في اللبن. بعد كده بننزل طبعا معلقة الزبدة زي ما انتوا شايفين، واسيب الزبدة لما تختلط ببقية المكونات بتاعتنا كلها تتجانس مع الخليط. بعد كده انزلها في كاسات زي ما انت عايزة. تقدري تنزليها في الكاسات، تقدري تنزليها في بولات، في كوبايات، زي ما انت عايزة. ده حسب راحتك وحسب ما انت عايزة. شايفين ده سمك الخليط بتاعنا كده. الكاستر معايا اتعمل وخلاص، هصبه بقى في الكاسات. وتقدري طبعا زي ما انا قلتلك
ان انتي تضيفيه بعد ما يهدى شوية في الكاسات. وهنا ما ننساش احنا حطينا كيسين من الفانيليا عشان تدي طبعا ريحة حلوة كده للكاستر وطعم جميل. مستنية بس لما الزبدة بتاعتي كلها تدوب على الكاستر. كده خلاص يا جماعة الزبدة دابت كلها. هصب بقى في الكاس، وعندي كمان بولات هصب فيها. وعلى فكرة الكاستر ده زي ما انا قلتلك بيخش في حاجات كتيرة جدا، تقدري تعملي منها حشوات الحلويات زي ما انتي عايزة، وتقدري كمان تحشي بيها التورته. بيتضاف طبعا للكريم شانتيه وبيتحشى بيه التورت، بيبقى طعمه رائع. هنصب الكاس بتاعنا، بيبقى فيه زي ما انتوا شايفين في الاول كده بيبقى فيه تكتلات على وش الكاس، انما ما نعملوش بالمعلقة علشان ما يكلكعش ويديكي شكل مش حلو. فنهزه كده بايدينا هزة خفيفة كده، هيتساوى ويرجع الوش بتاعه متساوي وشكله يعني حلو اهو. انا هسيب شوية زي ما انتوا شايفين كده علشان هضيفه على الكريم شانتيه وهحشي بيه التورته اللي معايا. شايفين يا جماعة الكاستر طريقته سهلة جدا وبسيطة قوي، مش اللي احنا بنجيبه من بره. ودول الحبة اللي فاضلين هضيف عليه بقى الكريم شانتيه وهستعمله للتورته اللي معايا، بس في الاول هغطيه عشان ما يعملش طبقة كده وتضايقني بعد كده وانا بشتغل بيه. وديت الوصفة الاصلية للكاستر، ان انت بتضربيه بصفار البيض واللبن، مش الاكياس اللي بتتباع في السوبر ماركت. دي حاجة ودي حاجة تانية. الوصفة الاصلية هي اللي انا عملتها دلوقتي قدامكم. طبعا زي ما انت عايزة وزي ما انت بيتيح ليكي، او حسب ما انت تحبي تستعملي الكاستر البواكي او تحبي تستعملي الكاستر اللي هو بالبيض بصفار البيض زي ما احنا عملنا واللبن. هنا خلاص سيبناه لما برد في التلاجة وتماسك بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضيف عليه الكريسب بالشوكولاتة، بس الكريسب اللي معايا ده محشي بالفول السوداني من جوه، يعني زي ما انتوا شايفين من بره كده بالشوكولاتة ومن جوه الفول السوداني. طعمه جميل جدا ولايق قوي على الكاستر. طبعا تقدري لو عندك جوز هند ممكن تحطي على الوش. الاضافات دي ليكي انتي، تقدري تزيني الكاستر بتاعك باي طريقة تعجبك. بسيط جدا وسهل، وعلى فكرة مش مكلف ابدا، مش زي الاكياس اللي بنشتريها من بره. لا احنا ما كلفناش نفسنا، عندنا اللبن وعندنا البيض عملناها على طول بسرعة، ما كلفتناش اي حاجة، يا دوبك بس شوية شوكولاتة من فوق الوش
حاجة بسيطة جدا ومفيش تكلفة فيها. وكده يبقى عملنا الكاستر بتاعنا بسيط جدا جميل قوي وشكله تحفة قمر زي ما انتوا شايفين كده، وزيناه بكرات الشوكولاتة العسل دي. يلا لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بقى يا جماعة كومنت جميل منكم، وما تنسونيش في الاشتراك، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة اسرار الطبخ ام امير.